سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناه حسنيه بيوتي اللي كتجيب لكم دائما وصفات طبيعيه. كيف ما كتشوفوا البنات، اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي زوينه 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 بزاف، خصوصا حنا مقبلين على العيد ان شاء الله، ورمضان قريب يتسالى ان شاء الله. جبت لكم واحد الوصفه لبنياتكم الصراحه اللي غزاله غزاله وزوينه بزاف بالنسبه للبنات اللي كيتشكاو، الامهات اللي كيتشكاو من البنات عندهم الشعر ديالهم متقصف او الشعر ديالهم خشن، يعني كرد، ما كيكونش رطب الشعر ديالهم. هاد الوصفه البنات خطيره خطيره خطيره، وغادي تعطيكم واحد النتيجه اللي مبهره من اول استعمال بالنسبه للبنوتات. المهم البنات، قبل ما نبداو ان شاء الله لا فيديو ديالنا ونوريكم ان شاء الله الوصفه، قبل ما نبداو كلشي ان شاء الله، اللي اول مره يشوف القناه يشارك فيها ويفعل الجرس باش ديما يبقى يتوصل بالجديد، واللي متبعني دائما تخرجوا عليا بلي لايك بلي لايك، وبطبيعه الحال الكومونتيرات الزوينه ديالكم. وما تنساوش دعموني في القناه، حيت بلا بكم صراحه القناه مسويه حتى شي حاجه. وما تنساونيش بطبيعه الحال من تعاليق، سواء كانت ايجابيه او سلبيه، ما عنديش مشكل، كل واحد كيعبر على الراي ديالو عندما كان البنات. وكنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الناس والاحباب والاصدقاء ديالكم باش هكا تعمل فائده. المهم البنات، غنبداو ان شاء الله في الوصفه ديالنا. كيف ما قلت لكم البنات، هاد الوصفه خطيره للبنوتات بالنسبه اللي عندهم شعرهم خشن، او يعني حرش الشعر ديالهم، حرش ليهم، يعني واقف ليهم الزغبه عندهم واقفه. هاد الوصفه البنات فنه البنات، من اول استعمال كتبان النتيجه، كترطب الشعر لواحد الدرجه اللي غزاله 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 البنات. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو هما هادوك ما كتشوفوا معايا في لا فيديو. بالنسبه للمكونات البنات اللي غنحتاجوه، اول مكون غنحتاجو البنات اللي هو الطين ديال الشعر. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، تقدروا تاخذوا غير القياس اللي غادي تحتاجوا ان شاء الله في الوصفه ديالكم. المهم ضروري البنات الطين، ضروري ضروري ضروري. راكم عارفين يعني النتيجه ديالته في الترطيب ديال الشعر، يعني كيرطب الشعر لواحد الدرجه اللي زوينه بزاف بزاف. وبالنسبه للمكون الثاني اللي غنحتاجو البنات اللي هو الابيض ديال البيض. ضروري البنات البيض ديال البيض حتى هو نديرو في هذه الوصفه، حيت راكم عارفين البنات البيض ديال البيض النتيجه ديالو اللي كتعطي في الترطيب بصراحه زوينه 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 بزاف. وغنحتاجوا البنات بالنسبه للمكون الثالث اللي هو البنات اليازير، وغادي نحتاجوا عاوتاني البنات الازاز، المكون الرابع. والمكون البنات الاخير اللي هو البنات العسل. العسل البنات يكون غير طبيعي، ماشي بالضبط يكون عسل حر، غير عسل طبيعي كنديروا في هذه الوصفه هذه، اللي كيعطينا واحد النتيجه اللي خياليه وزوينه بزاف. المهم كيف ما كتشوفوا معايا البنات، هادو هما المكونات البنات اللي غادي نحتاجو، يعني متواجدين في كل البيت، والصراحه كيعطيو واحد النتيجه اللي خياليه. وبالنسبه للمكونات تقدروا تستعملوا القياس اللي بغيتو، ماشي بالضبط القياس انا اللي مستعمله في لا فيديو. نتوما كيبقى الكونتيتي على حسب القياس اللي بغيتو ديروا نتوما، واش البنت شعرها طويل او لا قصير، او لا بغي يستعملوها جوج بنوتات او لا وحده، يعني على حسب الكميه نتوما اللي بغيتو تستعملوا. المهم البنات، اول حاجه غادي ناخذ هنايا اللي هو داك الطين البنات، غنزيدوا عليه الماء طايب كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو، وغنحاولوا نحركوها البنات، وغنخليوه على جنب واحد 5 دقائق او 10 دقائق حتى تيطلق ليا مزيان، وولي ليا على شكل يعني كريم، ما يبقاش ليه هكا حجر. حقاش البنات هو بالزربه كيذوب، يعني راه فيه السع، غادي تبقاو هكا تدعكوه بالمعلقه وراه غادي يذوب لكم فيه السع. من بعد البنات غنزيدوا عليها البنات بياض ديال البيض، من طبيعه الحال ملي غيطلق ليا مزيان غنزيدوا عليه البياض ديال البيض، وغنزيدوا عليها البنات اليازير، وغنزيدوا عليها البنات ازاز، وغنزيدوا عليه العسل. من بعد البنات غنخلطوا المكونات كاملين كيف ما غتشوفوا معايا ان شاء الله في لا فيديو، كلهم غيتخلطوا. وغادي ناخذوا البنات هذيك الوصفه ديالنا وغنديروها على الشعر ديالنا كيف ما غتشوفوا في لا فيديو. المهم البنات بقوا معايا نتوما في الطريقه باش تشوفوا كلشي قدام عينيكم، وتشوفوا الطريقه كيفاش غتستعملوا هذه الوصفه هذه، وان شاء الله نكملوا لا فيديو مع بعضياتنا.
المهم كيف ما كتشوفوا معايا البنات الوصفه انا هنا ساليتها كيف ما كتشوفوا في لا فيديو، الطريقه كامله وريتها لكم. غادي ديروا نفس الطريقه. من بعد البنات غتطبقوا على الشعر ديال بنتكم وتخليوها لمده ساعه او لا ساعتين، ومن بعد البنات كتغسلوها لهم من شعرهم وغتشوفوا النتيجه كيفاش دايره. النتيجه البنات خياليه طبيعيه، وصفه زوينه كترطب الشعر من اول استعمال، كتخلي الزغبه مطلوقه، ما كيبقاش داك التقصف في الشعر. صراحه البنات وصفه اللي زوينه 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 بزاف. كنصح الامهات كل مرأة عندها شي بنوته صغيره وعندها شعرها يعني واقف ليها وحرش ليها، دير لها هاد الوصفه البنات وغترحموا لي الوالدين عليها. صراحه البنات وصفه زوينه بزاف بزاف وكتعطي نتيجه من اول استعمال. جربوها البنات ما خاسرين والو، جربوها. وصفات مكونات طبيعيين صراحه زوينين كيعطيو نتيجه. جربوها وردوا عليا في التعاليق. المهم البنات هذه الوصفه ديال اليوم كنتمنى تعجبكم وكنتمنى نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. وان شاء الله غنتلاقاو في فيديو جديد وصفه جديده او لاي حاجه جديده. المهم البنات اي حاجه بغيتوني نبارطاجيها معكم كتبوا لي في التعاليق، اكيد ان شاء الله ما غنبخلش عليكم بها. المهم البنات الوصفه ديال اليوم كنتمنى تجربوها قبل من العيد ان شاء الله، حيت صراحه وصفه اللي غزاله وزوينه بزاف وكتعطي واحد النتيجه اللي زوينه. المهم البنات هذا ما كان، كنتمنى تجربوا هاد الوصفه وكنتمنى تزيدوا تدعموني في القناه. وهذا ما كان، وكنبغيكم بزاف بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.